كتير من الأهالي بيلاقوا لما طفلهم بيتأخر في الكلام، بس السؤال المهم هنا هو ده تأخر طبيعي ولا اضطراب محتاج تدخل؟ امتى أبدأ أقلق وازاي أفرق ما بين التأخر والاضطراب؟ وهل اللعب فعلا ممكن يساعد الطفل في تحسين اللغة؟ في الفيديو ده هنتكلم سوا عن اضطراب اللغة وهقول لكم أمثلة واقعية ونصايح عملية وكمان ألعاب بسيطة هتساعد ولادنا إن شاء الله إن هم يتطوروا ويتكلموا أحسن. يلا بينا نبدأ. أول سؤال، إيه الفرق ما بين الطفل عنده تأخر لغوي وطفل عنده اضطراب لغة؟ الفرق ما بينهم جوهري، يعني إن الطفل عنده تأخر لغوي هو ماشي في نفس سكة الطفل الطبيعي، لكن بيوصل متأخر شوية، يعني لو اتحط مع المساعدة والبيئة اللي حواليه اتحسنت هيوصل لنفس الطريق اللي الطفل الطبيعي بيوصله. أما بالنسبة للطفل اللي عنده اضطراب في اللغة، هو طفل عنده أصلا مشكلة في الطريق نفسه، يعني مش قادر ان هو يستخدم اللغة ومش قادر ان هو يفهمها حتى لو ساعدنا وحتى لو اتحط في بيئة مناسبة. هل الطفل اللي عنده تأخر لغوي ممكن يؤدي ان هو يبقى عنده اضطراب؟ لا، مش كل تأخر لغوي بيبقى اضطراب. في اطفال بيبقى عندهم تأخر لغوي بسبب البيئة المحيطة بيهم، يعني ان مفيش تحفيز حواليهم او مفيش حد بيتكلم معاهم كتير، فبالتالي المحصلة اللغوية بتاعتهم قليلة. بس لما بنبدأ نحفزهم او نبدأ ان احنا نتفاعل معاهم بيوصلوا لمرحلتهم الطبيعية. انما لو عنده تأخر شديد ومفيش تحسن رغم تحفيز او برغم ان احنا بدأنا نتفاعل معاهم ويبقى فيه صعوبة في الفهم او فيه لخبطة في الكلام، ساعتها بنبدأ نشك ان هو ده اضطراب. طب ايه العلامات اللي تفهمني او تعرفني هل ابني عنده اضطراب ولا مجرد تأخر؟ في كذا سؤال انا عايزاكي تجاوبوا عليهم بنفسك. لو الاجابات كلها اوكي بيعملها يبقى هو ما عندوش اضطراب، لو ما بيعملهاش يبقى لازم نشوف اخصائي يشوف الطفل بتاعنا. اول سؤال، هو بيفهم التعليمات البسيطه بتاعتي؟ يعني انا لما اقول له هات كوره يبقى عارف ان انا بتكلم على الكوره دي. طب لما اقول له سيب الكوبايه يبقى فاهم ان انا بتكلم على الكوبايه حتى لو ما سابهاش؟ يعني هل فاهم ان انا بتكلم على الكوبايه دي ولا مش فاهم ان انا بتكلم على الكوبايه؟ لما اقول له مثلا اقلع مثلا الطاقيه، هل فاهم ان انا بتكلم على الطاقيه دي ولا مش فاهم؟ طيب اوكي. تاني حاجة، لما هو بيبقى عايز حاجة مني هل بيعبر لي عليها بالإشارة؟ يعني هو مثلا بياخدني كده من ايدي لو عايز يشرب ويشاور لي على الكوباية. هل بيبقى عايز لما عايز ياكل بيبقى عارف مثلا انت حاطة الأكل هنا أو حاطة الحاجة حلوة هنا بيشاور لي على المكان؟ يعني بيستخدم الإشارة في كلماته ولا لأ؟ طيب تالت حاجة، هل بيواجه صعوبة ان هو يتفاعل مع الناس ولا عادي؟ يعني هو بيفضل بيحب يتفاعل مع ده ويهزر مع ده ويضحك مع ده ويتشقى كده ولا عادي؟ طيب تالت حاجة، هل بيحاول يقلدني؟ يعني انت حاولتي جربتي ان هو تقولي كلمة وهو حاول يقلدك ولا ده كمان ما حاولش يقلدك؟ لازم يبقى في تفاعل ما بينك وبين طفلك، مش مجرد ان انت تقولي هو عنده اضطراب او تأخر من غير ما تتفاعلي معاه وتشوفي هل فعلا عنده الأسئلة دي كلها موجودة فيه ولا مش موجودة. طب هل كل الأطفال اللي عندهم تأخر لغوي لازم يروح الأخصائي تخاطب؟ مش شرط، بس لازم لو وصل لسن معين وهو لسه ما اتطورش لازم يروح لأخصائي. طب ايه هو السن ده؟ يعني لو هو عنده سنة ولسه ما بيقولش حتى أصوات، يعني البيبي الصغير بيبدأ يطلع أصوات، طب لو هو كمل سنة وما عندوش ولا صوت ولا طلع ولا صوت ساعتها هنقلق. طيب لو عدى سنة ونص وبيقولش كلمة واحدة مفيدة، يعني ما يقولش ولا ماما ولا بابا ولا أي حاجة، ساعتها برضو لازم نقلق. طيب لو عدى سنتين ومش بيركب كلمتين او مش بيفهم حاجات بسيطة، يعني لو انا قلت له مثلا هات حاجة او تسيب حاجة او حط حاجة مش بيفهمها، برضو لازم نقلق. لو العلامات دي موجودة يبقى لازم نروح لأخصائي، لكن لو هو بيتطور حتى لو بطيء ممكن نبدأ ان احنا نحفزه في البيت، وممكن ان احنا نتفاعل معاه ونتكلم معاه ونراقب بقى هل هيتطور حتى لو شوية ولا مش هيتطور خالص.